اداء جهازك ضعيف قوي في المونتاج وعايز تحدث، او بتستعمل موبايل وعايز تنتقل انك تستخدم كمبيوتر في المونتاج، اخيرا حوشت تحويشه حياتك بس خايف انك تضيعها او تجيب حاجه غير مناسبه، الفيديو ده ليك. النهارده هيكون في حاجه جديده، وهي ان مش انا اللي هقدم معاكم الفيديو، اللي هيقدم الحلقه النهارده هو الحسيني تك. رحبوا بيه، الراجل ضيف عندنا. تعالى خش في الكلام. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ بقالي 4 سنين معتزل عن اليوتيوب. احب قبل ما ابدا اشكر يوسف على الاستضافه الجميله دي. يلا نخش في الموضوع على طول. الفيديو ده قسمته على قسمين لانه كان هيبقى كبير جدا، والجزء الاول ده هو ازاي انك تشتري جهاز مناسب للمونتاج كديسك توب او تجميعه او كيسه، وهيكون في فيديو تاني ان شاء الله لللابتوب. قوم هات حاجه تشربها، ان الفيديو ده هيكون دسم جدا جدا جدا. عشان تشتري تجميعه مناسبه للمونتاج لازم تسال نفسك 5 اسئله. السؤال الاول، كام الميزانيه اللي معاك فلوس قد ايه؟ السؤال الثاني، هل انت بتتحرك كتير ولا لا؟ والسؤال الثالث، ايه هو الريزوليوشن اللي انت هتشتغل عليه؟ والسؤال الرابع، ايه نوع المونتاج اللي انت هتعمله على الريزوليوشن ده؟ والسؤال الاخير والخامس، ايه هي البرامج اللي انت هتستعملها في المونتاج؟ اول حاجه الميزانيه. لازم تبقى عارف انت معاك فلوس قد ايه للجهاز، عشان ده على اساسه هيترسم عليه الطريق اللي هنمشي عليه. انا مقسمها ل3 اجزاء. الجزء الاول، لو انت ميزانيتك مفتوحه فانت قدامك جميع الخيارات. وعشان نقفل الكلام على ابل، لو انت ما يفرقش معاك الفلوس خالص روح لابل شرايح ام وخلاص. انما لو انت مش بتحب المبالغه في اسعار ابل فانت قدامك خيارين، يا تجمع جهاز فظيع يا لابتوب خارق. انما لو ميزانيتك متوسطه فانت عندك تجميع جهاز او لابتوب. انما لو ميزانيتك منخفضه فمفيش قدامك غير التجميع. وهنا في السوق المصري للاسف مفيش قدامك كمان غير المستعمل، لان اي حاجه جديده بسعر رخيص ده لو في اصلا هتبقى رمي فلوس في الارض. GTX 1650 العادي ب 8000 جنيه. تاني سؤال ده ينطبق على اللابتوب، وده هنخلي له فيديو لوحده عشان الفيديو ما يبقاش كبير جدا. السؤال الثالث، ايه هو الريزوليوشن اللي انت هتشتغل عليه مونتاج؟ الريزوليوشن هيفرق في المواصفات اللي احنا هنجيبها. يعني مثلا لو انت هتعمل مونتاج على 4K فمش هينفع تنزل بالرامات تحت 32 جيجا نهائيا. انما مثلا لو تشتغل على فول HD فممكن ننزل بالرامات ل 16 جيجا، مع العلم ان دلوقتي الحد الادنى للرامات هو 16 جيجا. رابع سؤال، ايه هو نوع المونتاج اللي هتعمله؟ يعني هتعمل مونتاج خفيف، بعض القطعات على شويه ترانزيشن خفيفه وبعض الكتابات، ولا مونتاج تقيل مع موشن جرافيك وتراكنج وبريسيتس تقال وتلوين دقيق لاكتر من مشهد؟ الحاجات دي بتفرق. لو انت هتعمل مونتاج خفيف فانت مش محتاج مواصفات عاليه خالص، مجرد معالج ب4 انويه و8 مسارات هيكون كافي لشغلك. لكن انا بفضل عشان تكون مرتاح تروح ل6 انويه و12 ثريد. السؤال الخامس، ايه نوع البرامج اللي انت هتستعملها؟ ده لان مش كل البرامج بتستغل قطع الكمبيوتر بنفس الطريقه. في برامج بتحتاج انويه كتيره، وفي برامج بتحتاج انويه سريعه مش انويه كتيره. في برامج بتحتاج الاثنين. في برامج بتحتاج كميه رامات كبيره جدا. في برامج كمان بتعتمد على رامات كارت الشاشه بشكل كبير جدا. وفي برامج بتستغل الكارت المدمج في معالجات انتل بانها تسرع الريندر بشكل رهيب. تعال بقى نفهمك واحده واحده. الحاجات اللي شايله المونتاج على كتفها هو CPU والGPU، المعالج المركزي والمعالج الرسومي. الشركات الاساسيه اللي بتعمل القطعه دي هم 3 شركات. عندك اول حاجه شركه انتل، وتاني شركه هي AMD. الشركتين دول بيصنعوا معالجات مركزيه ومعالجات رسوميه، بيعملوا بروسيسورز وكروت شاشه. وعندنا اخيرا نيفيديا بتعمل كروت شاشه فقط. من البدايه كده هنستبعد كروت الشاشه بتاعه انتل وAMD، لان نيفيديا احسن منهم بكتير جدا في نقطه صناعه المحتوى. لكن لسه معانا معالجات انتل وAMD لان هم ممتازين. المطلوب من المعالج يكون بحد ادنى 4 انويه و8 مسارات، وانا شايف دلوقتي ان يستحسن تبدا ب6 انويه و12 مسار او ثريد، ده لان متطلبات كل شيء في التكنولوجيا دلوقتي بتزيد. في هنا نقطه مهمه جدا في معالجات الزيون في الاجهزه الاستيراد القديمه اللي بتتباع هنا في مصر. المعالجات دي فعلا بتيجي بانويه كتيره ومسارات كتيره، وده اللي احنا محتاجينه، لكنها بتفقد شيء مهم جدا وهو سرعه النواه الواحده. مش كل البرامج بتستغل عدد الانويه الكبير وخلاص، معظم البرامج بتحتاج ان تكون الانويه دي سريعه، وده مش موجود في معالجات الزيون، لان معالجات الزيون في الاساس معموله للسيرفرات، والشركات اللي بتستعمل المعالجات دي مش مهتمه لسرعه النواه الواحده على قد ما هي مهتمه لعدد الانويه الكبير. زائد ان في نقطه ثانيه وهي حاجه اسمها الاي بي سي. ده معناه عدد العمليات اللي البروسيسور بيعملها قصاد كل كلوك. قصه طويله معقده مش هدخلكم فيها، بس المعنى اللي عايز اقوله، لو معانا زيون 6 انويه و12 ثريد ومعالج تاني جديد 6 انويه و12 ثريد والاثنين بنفس السرعه، فالمعالج الجديد هو اللي هيكسب لانه عنده اي بي سي اعلى. حاجه تقنيه بحت، لكن انا بقول لك عليها عشان ما يتنصبش عليك.
تاني حاجه في المعالجات وهي الفئه بتاعته. عندنا معالجات انتل الموجهه للمستخدم العادي وهي فئه كور اي. فئه كور اي فيها 4 فئات تانيين: كور اي 9، كور اي 7، كور اي 5، كور اي 3. طبعا الرقم الاعلى هو الاقوى والرقم الاقل هو الاضعف. اسامي معالجات انتل بيتكون من كذا جزء. هنعتبر مثلا الكور اي 5 كمثال عشان نتكلم عليه. بيكون اسمه كور اي وبعدين جنبه الرقم اللي بيدل على الفئه بتاعته اللي هو هنا مثلا 5. بعدين بيكون في داش او شرطه. بعد الداش او الشرطه دي بيكون في عدد من ارقام. اول رقم هو بيدل على الجيل بتاع المعالج، يعني لو مثلا مكتوب 4 فده معناه الجيل الرابع، ولو مكتوب 14 فده معناه الجيل ال14 اكيد يعني. لكن الثلاث ارقام اللي بعد اول رقم او رقمين دول بيدلوا على فئه البروسيسور نفسه. يعني انتل في الجيل الرابع كانت منزله من الاي 5 4590 واي 5 4560 واي 5 4460. الثلاثه هم اي 5 جيل رابع، لكن الفرق ما بينهم في السرعه، ان كل معالج اسرع من الثاني. طبعا صاحب الرقم الاكبر هو الاسرع. واخر تصنيف عند انتل هو الحروف. معالجات انتل في منها بيجي في اخر اسمه تماما بيكون فيه حرف، وبعض المعالجات بتيجي من غيره. في انتل الديسكتوب عندنا حروف اساسيه. اول حرف هو الكي والاف والكي اف. الكي معناه ان البروسيسور ده تقدر تكسر سرعته. تكسر سرعته يعني انك تشغل البروسيسور عند سرعه اعلى من السرعه المعلنه، بس طبعا ده هينتج حراره اكبر وهيستهلك كهرباء اكتر، وبالتالي عمر افتراضي اقل نسبيا، مش اقل قوي يعني. تاني حرف هو الاف. معنى حرف الاف ان الكارت ده بدون كارت الشاشه داخلي او مدمج. والحرف الاخير هو كي اف. كي اف معناه ان البروسيسور ده بيدعم كسر السرعه ولكن بدون كارت شاشه داخلي. واخيرا المعالجات اللي بدون حرف ديت معناها انها فيها كارت شاشه داخلي لكن ما بتدعمش كسر السرعه. وبالنسبه لمعالجات AMD فهي فئه رايزن، ونفس الكلام عندهم الR9 والR7 والR5 والR3. وفي AMD هو نفس الكلام برضو عند انتل. هناخد مثلا R5 كمثال، بعد R5 داش والاربع ارقام اللي بعد. اول رقم بيدل برضو على الجيل، لو قلنا 4500 فاول رقم اللي هو 4 بيدل على الجيل الرابع. ثلاث ارقام التانيين اللي هم 500 بيدلوا على فئة المعالج نفسه. وحروف رايزن مش كتيرة، هم X وجي. حرف الإكس معناه ان المعالج جاي مكسور سرعته تلقائيا من المصنع ذات نفسه، انما حرف الجي معناه ان المعالج فيه كارت شاشة مدمج. وكروت الشاشة المدمجة اللي من فئة الجي عند AMD فهي كروت قوية نوعا ما بالنسبة للكروت المدمجة، وينفع انك تلعب عليها، بس طبعا تلعب عليها العاب اي سبورتس بس، وده طبعا مش موضوعنا في الفيديو النهارده، انا قلت اعرفك بس. لكن باقي معالجات رايزن بتيجي بدون كارت شاشة مدمج، لكن في المعالجات بتاعت جيل 7000 وجيل 9000 بقوا بيجوا بكروت شاشة مدمجة. وكل معالجات رايزن قابلة لكسر السرعة، مش محتاجين حرف كي زي انتل. النقطة اللي بعد كده، ايه هي فايدة كروت الشاشة الداخلية؟ كروت الشاشة الداخلية ديت هي في الاساس معمولة عشان تظهر لك صورة، هي مش معمولة انها تتحمل شغل تقيل. لكن انتل عملت خاصية اسمها انتل كويك سينك، والخاصية دي بتخلي ان الكارت الداخلي جوه المعالجات انتل يقدر انه يشتغل بالتوازي مع الكارت الخارجي في جهازك، فبالتالي يضاعفوا اداء الريندر وتشفير الفيديوهات. ده لان كروت انتل بتدعم انكودرز وديكودرز للفيديو. الانكودرز والديكودرز هم اللي بيفكوا تشفير الفيديو عشان يظهر قدامك. طيب تعالى ارتب لك الدنيا عشان ما تتوهش مني. انتل ورايزن الاثنين اقوياء جدا، لكن انتل بتتفوق بس في النقطة بتاعت الانكودرز والديكودرز اللي في الكروت المدمجة بتاعتهم. لكن لو ميزانيتك تسمح انك تجيب معالج بدون كارت شاشة من انتل، فانا انصحك انك تتوجه لرايزن، لان رايزن هتديك قيمة احسن لفلوسك وامكانية تطوير اوسع من انتل. تاني جزء هنتكلم عنه هو كارت الشاشة الخارجي، الجي بي يو. كارت الشاشة شايل حمل كبير جدا 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 من المونتاج وبيسرع العملية بشكل رهيب. احنا قلنا اننا هنستبعد انتل واي ام دي وهنركز على نيفيديا، لان نيفيديا بتدعم الانكودرز والديكودرز اللي احنا محتاجينهم في شغل المونتاج. نيفيديا عندها فئات كتيره جدا، وكمان نيفيديا عندها كروت موجهه للمحترفين، لكن الكروت دي اسعارها بتبدا من عربيه لانسر بوم غير سقف. اللي يهمنا احنا كمستخدمين عاديين من الكروت ديت هي فئه جي فورس. في كروت قديمه قوي في جي فورس، بس طبعا دول مش هنقدر نعتمد عليهم، ده بسبب قدرتهم المحدوده وانهم كروت قديمه. فبسبب انهم كروت قديمه هم مش بيدعموا الانكودرز اللي احنا محتاجينهم، زائد انهم دعمهم اتشال من على كل برامج المونتاج. فالكروت اللي معانا من اول جي تي اكس 1000 لحد ار تي اكس 4000. سؤال الريزوليوشن ونوع المونتاج هو اللي هيفرق هنا في اختيار كارت الشاشه ده، لان كارت الشاشه في المونتاج عليه حمل البريفيو والهاردوير اكسلريشن. البريفيو ده هو اللي بيخلي الفيديو شغال قدامك اثناء عمليه المونتاج عشان تقدر تعرف شغلك انت بتعمله ازاي. الهاردوير اكسلريشن بنحتاجه في 90% من افكتات
المونتاج الموجوده. وكمان لو اي بريسيت مونتاج استخدمتها 80% هيقول لك انا عايز هاردوير اكسلريشن. فالهاردوير اكسلريشن هو عنصر مهم جدا 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 في المونتاج، والعنصر ده كله بيسقط على كارت الشاشه. الكروت الجديده كلها قويه في المونتاج، بس خلي بالك من نقطه ان كروت 1000 نازله بقالها كتير، فدعمها قريب هيتوقف على برامج المونتاج. تقسيم كروت نيفيديا بيكون مثلا RTX 4090، اقل منه RTX 4080 سوبر، اقل منه RTX 4080، اقل منه RTX 4070، اقل منه RTX 4060، والاقل خالص 4050. لكن 4050 ده نزل في اللابتوب بس ما نزلش الديسكتوب. لو هتعمل مونتاج خفيف فانت ممكن تاخد حاجه من فئه ال1000، 1050 او 1060 او حتى 1070، لكن خلي بالك الكروت ديت دعمها قريب هيقف. وممكن برضه تاخد 1650 1650 سوبر، او تاخد حتى 1660 او 1660 سوبر، كلهم كروت ممتازه. حتى 1660 سوبر ممكن تشتغل بيه على 4K بس بشكل خفيف شويه. ولو عايز حاجات اعلى عندك ال 2060 وال 3060 وال 4060 فما فوق بقى، وانت طالع في كل فئه من الفئات دي. لكن لو هتاخد فئه قديمه اعمل حساب دعم الكروت ديت على برامج المونتاج، لان اكيد هيجي وقت والشركات دي هتشيل الدعم من على كروت الشاشه. وكمان نقطه ثانيه في رامات كارت الشاشه، ان يستحسن ما تقلش عن 8 جيجا، ده لان في برامج زي دافينشي ريزولف وكاب كات دول بيملوا رامات كارت الشاشه بطريقه قويه جدا. انما افتر افكت ده بيملى كل حاجه، ده ما بيعتمدش حد. يوسف من ورا الكاميرا بيقول لكم استنوا فيديو تقيل جدا جدا عن برنامج كاب كات قريب ان شاء الله. ثالث نقطه وهي الرامات. حاليا المعالجات الجديده كلها بتقدر تستغل سرعه الرامات العاليه، فمهم جدا انك تجيب رامات بسرعه عاليه. لكن هنا في 4 نقط في الرامات لازم تاخد بالك منهم. النقطه الاولى وهو الجيل بتاع الرامات. الجيل الحالي وهو اجدد جيل وهو DDR5، ده اجدد جيل تماما نزل من الرامات. والجيل اللي قبله على طول هو DDR4. الجيلين دول لسه لحد دلوقتي مدعومين. في نقطه بس مهمه في DDR5 وهي انك ما تقدرش تشغل 4 قطع رامات في نفس الوقت مع بعض. ده بسبب مشاكل في متحكم الرامات اللي بيكون في المعالجات بسبب السرعات العاليه جدا للرامات بتاعتك. فخلي بالك انك لو هتشتري رامات DDR5 لازم تجيب قطعتين بالسعه النهائيه اللي انت محتاجها، انما لو DDR4 فعادي. تاني نقطه وهي السعه بتاعت الرامات. مهم جدا انك تتاكد ان المذر بورد بتاعتك بتدعم السعه اللي انت عايز تركبها عليها، وده تقدر تعرفه من الموقع بتاع المذر بورد. تالت رقم هو تردد الرامات، وده بيكون بالميجا هرتز. مهم يكون رقم عالي، لو DDR4 مثلا يكون 3200 او 3600، لو DDR5 فصباح الفل بيبدا من 5000 وشويه اصلا. بس الاهم هنا بقى وهو توقيت الرامات، ودي النقطه الرابعه. توقيت الرامات ده بيحدد معدل تاخير استجابه الرامه، بيكون حرفين سي وبعده ال، وبيكون من رقم 16 لحد 30 وفما فوق في DDR5. الرقم ده كل ما كان اقل كل ما كان افضل. بس رامات DDR5 توقيتهم عالي بسبب سرعتهم العاليه، هي معادله مقرفه انا عارف. اهم حاجه سرعات الرامات يكون المعالج والمذر بورد بيدعموهم، وده انت تعرفه من خلال المواقع بتاعت المذر بورد والبروسيسور. النقطه الرابعه وهي التخزين، ومهم جدا 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 ان يكون معانا تخزين سريع. فبالتالي الهارد او HDD العادي ده بره حساباتنا تماما. عندنا حاجه اسمها SSD. SSD ده بيكون وحده تخزين برضه، ولكنه بيكون اصغر من الهارد العادي واسرع منه باميال. SSD في منهم نوعين. النوع الاول وهو الساتا، وده بيتوصل بكابل الساتا العادي، لكن كابل الساتا فيه مشكله وهو ان ليه حدود في سرعه نقل البيانات، وهي حوالي 500 ميجا في الكتابه والقراءه. النوع الثاني من SSD بيكون اسمه M.2 او NVMe، انما النوع ده بقى سرعته ما شاء الله طياره، تبدا من 1400 او 1500 قراءه وكتابه وبتوصل لحد 12400، وده اعلى رقم انا شفته. غالبا في اعلى من كده، فاكيد انت عرفت انت هتجيب ايه. بس خلي بالك في نقطتين مهمين هنا. النقطه الاولى وهو الجيل الخاص بالاس اس دي ده. الاس اس دي ده عشان بيركب في مدخل معين في البورد اسمه PCI Express. المدخل ده بيتواصل بشكل مباشر مع البروسيسور، عشان كده هو بيكون مدخل سريع جدا. لكن لازم تفهم ان المدخل ده فيه منه 3 اجيال، الجيل الثالث والرابع والخامس، دول اللي بدأ من عليهم الM.2، بدأ على الجيل الثالث. الجيل الخامس حاليا تقريبا مفيش تطبيقات بتستفيد منه، ده لو بيوصل سرعته لفوق ال 12000 بس يالش. لكن الجيل الرابع ده ممتاز وفي منه SSD كتير جدا. خد بالك انا مش بقول ان الجيل الخامس وحش، لكن هو حاليا مفيش تطبيقات بتقدر تستغل السرعه الهائله دي من نقل البيانات. وسرعه الجيل الرابع بيوصل منها 5000 وكمان بيوصل منها 7000. وبرضه الجيل الثالث على فكره سرعته كويسه جدا، ولكن يفضل لو انت شغلك هيكون تقيل تشتغل على الجيل الرابع. اخيرا وهي المذر بورد. يقال ان المذر بورد مش بتاثر على الاداء بتاع الجهاز، والكلام ده صحيح نسبيا. هي فعلا مش بتاثر على اداء الالعاب
الالعاب بشكل نسبي كمان، لكنها بتاثر جدا في اداء الشغل الاحترافي ده لعده اسباب. خلينا اشرحها لك. قطع الكمبيوتر دي بتحتاج لكهرباء عشان تشتغل، وبرضه كمان بتحتاج لتواصل مستقر بينهم وبين بعض عشان يشتغلوا بشكل مظبوط. مين اللي بيوفر لهم الحاجات دي؟ هي المذر بورد. المذر بورد فيها قطع اسمها VRM. هما القطع دول VRM دول مهمتهم انهم يمدوا المعالج بالكهرباء، فاثناء عملهم طبعا بيسخنوا، فاثناء عملهم لازم تبردهم. فلو المذر بورد زباله ومفيش عليها تبريد للVRM، فبالتالي الVRM هتسخن جدا، فهتوصل لمرحله انها هتقلل من كفاءتها عشان تنقذ نفسها، فبالتالي اداء المعالج هيقل. ده غير ان لو المذر بورد مش بتدعم الجيل الرابع من PCI Express وانت شاري M.2 الجيل الرابع او PCI Express 4، هو هيشتغل لكنه هيشتغل بسرعه الجيل الثالث، فيبقى حرفيا كانك رميت فلوسك في الارض. والمشكله الثانيه لو المعالج نفسه مش بيدعم الجيل الرابع، تبقى هي النتيجه. بقول الكلام ده عشان المحلات دلوقتي في السوق المصري هم عايزين يعملوا اي تجميع وخلاص، بيحطوا مع بعض اي قطع وخلاص بدون مراعاه كل اللي انا ذكرته. هم مجرد ان هم بيبهروا المشتري بانهم يحطوا كارت شاشه قوي جدا، لكن اساس التجميع نفسه ضعيف جدا. المذر بورد بتاثر على الاداء. فيديو كبير انا عارف، بس هو مفيش للاسف اي طريقه تانية اقدر ان انا اوصل بيها الشرح غير بالطريقه دي. اتمنى اكون قدرت ان انا اشرح لك الموضوع بشكل كويس وتكون فهمت مني. ده يوسف نام ورا الكاميرا. خلاص هقفل الفيديو انا. ما تنسوش يا جماعه تعملوا لايك وسبسكرايب، لان الراجل ده بجد بيتعب قوي قوي في فيديوهاته وبيقدم محتوى حلو، بس ناقص بس ان هو يتشهر ويتشاف. ويلا اشوفكم تاني ان شاء الله في فيديو اللابتوب. سلام.